ازيكم يا رجالة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة القصة الجزء الثالث لقصة صباح. يا ريت قبل ما نخش على المقطع ما تنسوش زر اللايك والاشتراك في القناة يا اخواتي عشان انزل لكم قصص رعب كتير. نبتدي عند اخر حاجة وقفنا ليها. جابر قال: وانت ليك عين تيجي لحد هنا بعد اللي عملته في صباح؟ عرفات قال: وانا عملت لها ايه؟ جابر: انت هتعمل نفسك مش عارف؟ انت اللي اذيت بنتي، انت وام حسن، لعنة ربنا عليكم ليوم الدين. الصوت عالي والجيران بدأت تتلم. جابر قال بصوت عالي: يا أهل كفر النجعانية، بنتي الوحيدة راحت للشيطان ده عشان يشوف لها حد عمل لها عمل بدل ما يساعدها. سلط عليها شيطانية. أنا غلطت لما خليتها راحت له، بس اللي حصل لبنتي مش قليل وأنا مش هسيبه. المهمة كبرت والغضب مسك في الكل. واحد مسك عرفات من دراعه، والتاني جاب حبل وربطه، وناس تانية جريت على بيت أم حسن وجابوها واتربطت هي كمان. والصريخ مال المكان في الشارع، والناس بتقول ولعوا فيهم، وناس بتقول خلاص خلصوا عليهم. والشرارة كانت على وشك تولع، لكن فجأة العمدة وصل، شق الصفوف ووقف قدامهم وقال: يا أهل الكفر، لو ولعتوا فيهم هتتحاسبوا، البلد فيها قانون. جابر قال له: تمام، احنا مش هنأذيهم، بس بشرط يسيبوا الكفر وما يرجعوش تاني. العمدة هز راسه وقال: هو ده العقل يا حاج جابر. وبص لعرفات وأم حسن وقال: من بكرة الصبح تختفوا من الكفر نهائي، وأقسم بربي لو شفتكم تاني أنا اللي هخلص عليكم بإيدي دي. وبعدين قال: فكوهم. الناس فكتهم، وعرفات ساعتها ابتسم ابتسامة محدش خد باله منها غير جابر بس. ابتسامة فيها وعد تاني، وعد ليوم تاني فعلا. عرفات واخته وأم حسن اختفوا من البلد، بس اللي حصل بعد كده كان بداية لنهاية أهل البلد. الأيام الأولى عدت طبيعي، وصباح خفت وبقت زي الأول، بتضحك وتتكلم مع أبوها وأمها كأن مفيش حاجة حصلت. وأهل الكفر فرحوا وقالوا إن الشر خرج خلاص، وإن اللي حصل كان مجرد كابوس وعدى الحمد لله. لكن الحقيقة كانت بتتكون في هدوء، لحد لما صحيوا أهل الكفر على مصيبة كبيرة. كل المحاصيل المزروعة في الأرض ورقها ناشف كأنها ما اتسقتش بقالها سنين. الناس اتجننت، كل واحد جري على أرضه يمسك في التراب ويدور على تفسير، بس مفيش فايدة. كل حاجة ماتت فجأة. راحوا كلهم للعمدة وقالوا: الحقنا يا عمدة، شقى عمرنا راح. العمدة حاول يهديهم وقال: ما تخافوش، أنا كلمت مهندسين زراعيين هاجي يشوفوا الموضوع. وتاني يوم وصلوا المهندسين، نزلوا الأرض، كشفوا على التربة، مسكوا الطين، شافوا الورق وبصوا لبعض باستغراب. العمدة قال: خير يا باشمهندسين. واحد منهم قال وهو مش مستوعب: الأرض دي مستحيل تكون اتزرعت فيها قبل كده. العمدة اتفاجئ وقال: ازاي يعني؟ دي أرضنا من سنين. المهندس قال: التربة دي ما فيهاش أي أثر لزراعة سابقة. الناس بصت لبعض بخوف. واحد منهم قال: ده مش طبيعي. وساعتها جابر كان واقف بعيد، قلبه بيغلي لأنه فهم إن دي لعنة عرفات. اليوم عدى وكل واحد رجع لبيته، والحزن مغطي الكفر كله. الناس الخوف باين في العيون بتاعهم، محدش فاهم ايه اللي بيحصل. لكن الصدمة الأكبر، صحيوا على خبر اختفاء عيل صغير، حفيد العمدة. الدنيا اتقلبت، الرجالة جريت تدور في كل حتة، على الترعة وفي الغيط وبين البيوت، لكن مفيش أثر. وفجأة واحد قال إنه شاف صباح بنت جابر في الفجر شايلة عيل صغير وعدت ناحية الترعة بتابع العمدة. قرب منه وقال: متأكد من اللي بتقوله ده؟ الراجل قال له: أيوة والله يا عمدة، شفتها بعيني. العمدة أخذ الغفر وطلع على البيت جابر، خبط
جابر فتح العمدة بص جوا البيت وبعدين قال: فين صباح؟ جابر قال: خير يا عمدة، في ايه؟ العمدة قال: عم رشوان شاف صباح بنتك ساعة الفجر شايلة طفل ومعدية ناحية الترعة. جابر قال: مستحيل، صباح ما بتخرجش أصلا. دخل صحها وقال: قومي يا بنتي، العمدة بيقول عم رشوان شافك في الفجر وماسكة عيل صغير. صباح فتحت عينيها وقال: لا يا ابويا، انا ما خرجتش. قال لها: تعالي قومي قول الكلام ده قدام العمدة. قامت لفت الطرحة على شعرها وخرجت، وقفت قدامهم وقالت: عيل ايه اللي هشيله في الفجر يا عمدة؟ العمدة قال: ده اللي عم رشوان قاله. صباح ردت عليه: عم رشوان راجل كبير، ممكن يكون بيثرف. عم رشوان اتعصب وقال: لا يا بنتي، انا مش بخرف، انا شفتك بعيني دي. صباح أقسمت إنها ما خرجتش. جابر قال: وحتى لو خرجت إيه اللي دخلكم؟ العمدة قال: حفيدي حمزة اختفى من امبارح ومش لاقيينه. جابر قال: يا خبر اسود، ده لسه عيل صغير. العمدة قال: ما هو ده اللي مجنني. رد عليه جابر: بإذن الله هتلاقوه. العمدة هز راسه ومشي هو والرجالة. جابر قفل الباب وبص لصباح وقال: غريبة اللي بيحصل في الكفر، من وقت ما طردنا عرفات وأخته وأم حسن كل حاجة اتبدلت. صباح بصت له وقالت جملة خلت جابر يتجمد في مكانه: ولسه هتشوفوا اللي عمركم ما شفتوه. لو وصلت الحتة دي يا صاحبي تنساش اللايك وركز في اللي جاي. جابر قال لها وهو مركز في عينيهم: قصدك ايه؟ صباح ابتسمت وقالت: مفيش يا ابويا، هروح اكمل نوم. ودخلت اوضتها. جابر فضل قاعد في الصالة، الجملة بتلف في دماغه. حط ايده على راسه وقال في نفسه: هو ممكن يكون عرفات لسه مسيطر عليها. قام مرة واحدة وقال: لا، انا مش هفضل عايش في الرعب ده. وراح ناحية الأوضة، فتح الباب، لقاها قاعدة في نص السرير ووشها ناحية الباب، وقالت بصوت مش صوتها: دي البداية يا جابر. قبل ما ينطق سمع صريخ جاي من الشارع. جابر جري فتح الباب، لقي الناس كلها بتجري ناحية الترعة. مسك واحد وقال: في ايه؟ الراجل قال له: لقوا حمزة حفيد العمدة جنب الترعة وميت. قلب جابر اتقبض وقال: اكيد عرفات. ولسه بيلف لقي صباح واقفة وراه ساكتة وبتبص بعيون ثابتة. جابر اتفزع وقال: ايه اللي وقفك هنا؟ ادخلي جوا. صباح هزت راسها عادي جدا ودخلت. جابر قفل الباب ورجع قاعد على الكنبة وهو تايه. فجأة الباب خبط جامد، قام فتح لقى العمدة وأهل الكفر واقفين والوجوه كلها غضب. واحد قال: انتوا السبب في اللي بيحصل، والتاني قال: لازم تمشوا من البلد. جابر قال: استهدوا بالله يا جماعة، أنا مضرور زيكم. العمدة بصله بعين كلها غضب وقال: أنا فقدت حفيدي، حفيدي الوحيد، بسبب بنتك، ومش عايز أشوف وشكم هنا تاني. وفجأة صوت دخل بينهم: استنى عندك يا عمدة. الكل لف. الحاج مجدي راجل كبير وشه كله طيبة قال: جابر طول عمره عايش وسطنا ومحدش شاف منه أي حاجة وحشة ولا شر. جابر ملوش ذنب. العمدة قال بكل عصبية: طيب وإيه الحل؟ الحاج مجدي قال: الحل عندي، في راجل يقدر يوقف قدام اللي بيحصل ده. العمدة قال: مين؟ فجأة ظهر راجل من ورا عم مجدي، لابس جلابية بيضة وهيبة كده ونظراته مستقيمة كأنه عارف كل حاجة قبل ما تتقال. قال له: أنا اسمي الشيخ برهان، وبعون الله هقدر أخلصكم من لعنة الكفر. الصوت فيه قوة خلت الناس تسكت. العمدة بص له وقال: وانت مين وايه اللي جابك؟ وعرفت طريقنا منين؟ الشيخ برهان ابتسم وقال: مفيش حاجة مستخبية في الدنيا، كل حاجة باينة. العمدة قال: واحنا نضمنك منين انك فاعل خير؟ وقبل ما الشيخ يرد فجأة صباح ظهرت من ورا جابر، واقفة وساكتة بس عينيها مليانة غضب.
وهي بصة للشيخ برهان. الجو كله توتر. الشيخ ركز نظرته عليها وخد خطوة ناحيتها. جابر شده وقال: تعال هنا، انت رايح فين؟ الشيخ رفع ايده وقال: ما تخافش، وكمل يقرب لصباح. وصباح بدأت ترجع لورا، خطوة ورا خطوة، كأنها خايفة منه. الشيخ وقف قدامها وبدأ يقرأ آيات من القرآن. وفجأة صباح صرخت صرخة عالية خلت الناس كلها تتجمد. جابر جري عليها وخدها في حضنه وهي بتتلوي. الشيخ قال: ما تخافش عليها، علاج بنتك عندي. وبعدين لف وبص لكل أهل الكفر وقال بصوت عالي: بس خلوا بالكم، كلكم هتدفعوا التمن لو أنا مشيت من هنا. الناس بصت لبعض. واحد منهم قال: يعني إيه؟ الشيخ قال: اللعنة مش هتسيبكم بسهولة. ساعتها أهل الكفر اتجمعوا وقالوا بصوت واحد: خليك معانا يا شيخ، احنا عاوزين نخلص من اللعنة دي. العمدة قال وهو باصص للشيخ برهان: أول مرة أشوفك وقلبي ارتاح لك، وأنا هديلك الفرصة تخلصنا من اللعنة دي، بس بشرط تقول مين السبب في اللي احنا فيه. الشيخ برهان سكت لحظة وبعدين رفع ايده وشاور بإصبعه ناحية العمدة. الناس اتصدمت. همهمة طلعت من الكل: ازاي العمدة؟ العمدة قال بغضب: انت بتقول ايه؟ الشيخ قال: انت السبب يوم ما مشيت عرفات من الكفر. العمدة رد بسرعة: انا كنت بحمي الناس من شره، ده اللي اذى بنت جابر وهو اللي قتل حفيدي. الشيخ هز راسه وقال: اللي حصل حصل، بس اللي انتم فيه دلوقتي بالنسبة للي لسه هيحصل دي البداية. عرفات مش بيشتغل لوحده، في حد من أهل الكفر بيساعده. كل واحد بص للي جنبه، الشك دخل القلوب. العمدة قال: مين؟ الشيخ قال: لسه ما عرفتوش، بس هاجي يوم ويظهر. وفجأة من جوا بيت جابر صوت خبط جامد على الباب، وصوت صباح طلع واطي بس مسموع لكل اللي واقفين: مش هتلاقوه. الشيخ البرهان بص لصباح وقال بصوت في قوة: أنا عارف مين اللي بيكلمني، بس لازم هما كمان يعرفوا أنت مين. صباح ضحكت ضحكة ساخرة وقالت بصوت خشن: لو أنت تقدر وريهم. الشيخ البرهان قرب خطوة وقال: أوعدك أخليك تندم. فجأة صباح وقفت مكانها وتخشبت، عينيها سودت، بصت للناس وقالت: انتوا فاكرين ان اللي هيحصل ده حاجة؟ ده ولا حاجة، انا بس لسه بلعب معاكم. واحد من اهل الكفر قال بخوف: يا ساتر يا رب. الشيخ البرهان بدأ يقرأ آيات وصباح بدأت تصرخ وبصت له بغضب وقالت: انت متعرفش انت بتوقف قدام مين؟ الشيخ رد: عارف، وعشان كده جيت كفر النعجانية. صباح قالت بابتسامة مرعبة: لو شاطر قول لهم مين اللي يساعدني. الشيخ برهان قال: هيجي وقته وهيبان. صباح ضحكت وقالت وقتها هيكون متأخر. الشيخ برهان قال: أنا ما فيش حاجة تقدر تأذيني بإذن الله، ولو أنت واثق من نفسك أنا قدامك، وريني هتعمل إيه. صباح بصت له بغضب ورفعت إيديها وفجأة ظهر قدامها زي بلورة من نار بتلمع وبتغلي كأنها تنفجر. رفعتها وحاولت ترميها على الشيخ، لكن قبل ما توصل له النار انطفت. فجأة كان في قوة طفتها. أهل الكفر واقفين مصدومين، محدش قادر ينطق. وفجأة الشيخ برهان رفع السبحة في إيده وبدأ يقرأ آيات من القرآن، بس المرة دي بصوت عالي. وصباح قعدت تصرخ صرخات عالية، جسمها اتلوى ووقعت على الأرض مغمى عليها. جابر جري عليها والشيخ قال: شيل بنتك ووديها أوضتها. جابر شالها بإيده وهو مرعوب. العمدة بص للشيخ وقال: هو إيه اللي حصل ده؟ أنا حاسس إني بتفرج على فيلم. الشيخ قال: اللي شفته ده
مجرد بداية. قدرات عرفات أكبر من كده بكتير. ده إنسان بايع نفسه للشيطان ومش خايف من عقاب ربنا. عشان نوقف اللي بيحصل لازم تساعدوني. اللعنة دي مش هتفك غير بتعاونكم كلكم. الناس بصت لبعض وبعدين بدأوا يهزوا راسهم بالموافقة. العمدة قال: وانا هديك بيت تقعد فيه عشان تشتغل براحتك. الشيخ برهان هز راسه وقال: توكلنا على الله. وبص ناحية بيت جابر نظرة عميقة، كأنه عارف إن اللي جاي أصعب بكتير. العمدة وصل الشيخ برهان للبيت اللي هيقعد فيه، وقبل ما يمشي الشيخ مسك دراعه وقال له: أنا عاوز قطعة ملابس من اللي كان لابسها حفيدك وهو ميت، وكمان قطعة من هدومه قبل كده، والأفضل ما تكونش مغسولة. العمدة بصله باستغراب وقال له: ليه يا شيخ؟ الشيخ برهان قال: أنا شاكك إن في حاجة وبتمنى يمكن تكون صح. العمدة رد عليه وقال له: ممكن تفهمني؟ الشيخ طبطب على كتفه وقال له: لما تجيب اللي طلبته هفهمك كل حاجة. العمدة قال: هجيبهم لك حالا. وخرج بسرعة ورجع بيته. دخل على بنته لقاها منهارة على فراق ابنها، قعد جنبها وقال: ربنا يعوضكم، انتوا لسه شباب. وسألها عن هدوم الطفل، شاورت له على الشنطة وفتحها وخد قطعة هدوم. بنته قالت له: رايح بيها فين يا ابويا؟ قال لها: في شيخ طلبها وهعرف ليه وهقول لكم. وخرج بسرعة من الأوضة قبل ما أسئلتها تزيد. دخل الحمام وفتح الغسالة، طلع قطعة هدوم قديمة للولد لسه عليها أثر حفيده، وراح للشيخ وقال له: دي الهدوم، ممكن تقول لي هتعمل ايه فيهم بقى؟ الشيخ قال: اخرج برا، ومش عاوز اي حد يدخل عليا غير لما اخلص. العمدة هز راسه وخرج. الوقت عدى ساعة واتنين، وفجأة الباب اتفتح. الشيخ البرهان خرج ووشه مختلف. العمدة جري عليه وقال له: في ايه يا شيخ؟ طمني. الشيخ بصله وقال الجملة اللي قلبت الدنيا في دماغه: حفيدك ما ماتش. الكلمة نزلت على العمدة زي الصعقة، وقال: ازاي؟ ده انا اللي شايله بايدي. الشيخ رد: الكلام اللي بقوله لك هو الصح، حفيدك ما ماتش. العمدة قال: انت متأكد يا شيخ؟ العمدة قال له: يلا بينا دلوقتي. خرجوا وخدوا معاهم الغفر ووصلوا عند المقابر والجو كان يخوف. الحارس كان واقف. العمدة قال: افتح المقبرة. الحارس جري فتحها، والشيخ برهان بص لهم وقال: محدش يدخل معايا، وسابهم وراه ودخل المقبرة لوحده. الباب اتقفل وراه، وبعد دقيقة واتنين وفجأة سمعوا صوت خبط من جوا. الحارس بص للعمدة بخوف، وفجأة الشيخ خرج وبص للعمدة وقال: اللي جوا مش حفيدك. العمدة حس إن رجله مش شايلاه، قال: مش معقولة، أمال فين حفيدي ومين اللي جوا ده؟ الشيخ قرب منه وقال: اسمعني كويس، بنتك في خطر، وأهل الكفر كلهم في خطر أكبر. العمدة قال بخوف: ليه؟ الشيخ رد عليه وقال له: عرفات بدأ يستخدم حيلة أخطر بكتير من اللي حصل في الكفر. هو ما قتلش حفيدك، هو أخده عشان يستخدمه. العمدة عينه وسعت وقال: استخدمه في ايه؟ الشيخ رد: في فتح باب لو اتفتح الكفر كله هيتدمر. العمدة قال: طب نعمل ايه؟ الشيخ رد وهو بيبص ناحية المقبرة: لازم نلاقي حفيدك قبل ما اللي بيحضر له يكتمل. فجأة صوت ضحكة خفيفة سمعت من جوا المقبرة. الغفر بصوا لبعض بخوف. العمدة بص للشيخ وقال: ايه ده؟ رد عليه الشيخ: واضح اننا اتأخرنا، خد الغفر وسيبني لوحدي، واهم حاجة ما تسيبش بنتك. العمدة قال: مش هسيبك،
يا شيخ برهان، أنا لازم أعرف مين اللي اندفن مكان حفيدي، وإيه الصوت اللي جوه المقبرة ده. رد عليه الشيخ: ما فيش حد اندفن، اللي اندفن اختفى، لأنه مش بني آدم أصلا. اسمع كلامي وروح انقذ بنتك، خليك جنبها وما تسيبهاش لحظة لحد لما ارجع لكم. العمدة قال: يلا يا رجالة، ومشي هو والغفر وحارس المقابر. بعد عن المكان وسابوا الشيخ لوحده. الشيخ وقف قدام المقبرة وبص لها وقال بصوت قوي: أنا عارف إنك أنت كنت السبب في أذية أبويا، بس اللي أنت متعرفوش إني مش هسيبك. فجأة ظهر كيان أسود، عينه حمرة زي الشرارة، وبدأ يجرب وحركته مش آدمية، وصوت عظامه وهو بيتحرك كأنه بيتكسر. ووقف قدام الشيخ وقال بصوت خشن: بقى انت يا برهان عاوز تتحدى عرفات؟ مسيرك مش هيكون غير زي ابوك، انت لازم تتعذب الاول. الشيخ برهان رد عليه: ما تفكرش انك لما تظهر بالشكل ده او تتكلم بالصوت شيطانك هخاف منك. انت عارف انا مين، وانا عارف اني لو بايدك تأذيني كنت عملتها من زمان، بس انت عارف اني ورثت العهد من جدودي، وعشان كده انت واقف قدامي مكسور وضعيف. الكائن ضحك ضحكة مرعبة وقال: الوقت هو اللي هيثبت مين الضعيف يا برهان، ولما الساعة تيجي مش هتلاقي حد ينقذك. العمدة رجع بيته، دخل وهو بينادي على بنته، مفيش رد. لف البيت كله أوضة أوضة، مفيش أي أثر. جري برا وسأل الغفر: حد شاف بنتي خرجت؟ ما خرجتش. العمدة قال وهو متوتر: أمال راحت فين؟ عاوزكم تقلبوا الكفر كله، عاوزها قدامي حالا. الناس بدأت تدور في كل مكان، الصوت عالي والخوف باين على الكل في نفس الوقت. الشيخ برهان رجع لقي زحمة قدام بيت العمدة، جري عليهم وقال: في ايه؟ واحد من الغفر قال: بنت العمدة اختفت ومش لاقينها. الشيخ مستناش، دخل جوه بسرعة، لقي العمدة قاعد على الكنبة وإيده على راسه، وشه مكسور. الشيخ قرب منه وقال: حصل ايه يا عمدة؟ عمدة رفع عينه وقال بصوت مكسور: بنتي بنتي اختفت يا شيخ، أنا السبب، أنا اللي دخلت الشر البلد دي. الشيخ برهان مد إيده وقال له: وعد مني يا عمدة، بنتك وحفيدك هيرجعوا، وسلم أمرك لله. العمدة مسك إيده وكأنه بيتمسك بأي أمل. الشيخ قال: عرفات بدأ يلعب على المكشوف. العمدة قال بخوف: يعني إيه؟ رد عليه الشيخ برهان: يعني اللي جاي أصعب. وبص ناحية الباب المفتوح وقال: ولا خدها مش بعيد. العمدة قال: قصدك حد من الغفر؟ الشيخ برهان هز راسه وقال: لا، من الكفر نفسه. رد عليه العمدة: يعني ايه؟ الشيخ قال له: لازم نروح بيت صباح، هي مفتاح قوي نقدر نوصل بيه لحل اللعنة. العمدة قام من على الكنبة وقال: يلا. خرجوا والغفر اتحركوا وراهم، لكن الشيخ وقفهم وقال: مش عاوزين حد معانا يا عمدة. العمدة بص لهم وقال: خليكم هنا. وركبوا العربية واتجهوا لبيت جابر. خبطوا على الباب وجابر فتح وهو قلقان. الشيخ قال: عاوز أشوف صباح. رد عليه جابر وقال له: في إيه؟ ظهرت تاني؟ الشيخ قال: بنت العمدة اختفت. جابر اتنرفز وقال: وانتوا عاوزين ايه من بنتي؟ حرام عليكم، كفاية اللي فيها. العمدة قال: ومش حرام اللي بيحصل لي، بنتي وحفيدي مش لاقينهم. جابر رد عليه وقال له: انت بنفسك شفت حفيدك مات، وبنتك اكيد عند المقابر زعلانة على ابنها. الشيخ رد عليه وقال له: حفيد العمدة ما ماتش. جابر اتصدم وقال: يعني ايه؟ رد عليه العمدة: رحنا المقبرة لقيناه اختفى. الشيخ قال له:
واللي كان باين إنه حفيده ما كانش بني آدم. أرجوك يا حاج جابر سيبني أشوف صباح. اللحنة دي مش هتتفك غير عن طريقها. جابر بص لجوا البيت وبعدين رجع يبص للشيخ. الحيرة والخوف باينين في عينه وقلبه الصوت مهزوز. لو صباح جرى لها حاجة أنا مش هسامح أي حد فيكم. الشيخ رد عليه وقال له ولا أنا هسيبها يحصل لها أي حاجة. فجأة صوت ضحكة خفيفة طلع من جوا الأوضة. ضحكة مش طبيعية وكأن حد كان سامع كل كلمة. الشيخ برهان بص لجابر وقال له أنت سامع بنفسك؟ لازم أشوف صباح دلوقتي. جابر بلع ريقه وهز راسه ودخل قدامه مشي خطوتين تقال كأن رجله مش شايلاه. فتح باب الأوضة لكن اتجمد فجأة. صباح كانت واقفة قصاده مباشرة، عينيها ثابتة عليه بشكل مرعب. جابر رجع لورا وهو مرعوب، والعمدة وقف مكانه مش قادر يتحرك. لكن الشيخ برهان قرب بثبات وقال فين بنت العمدة وحفيده؟ صباح ضحكت وقالت بصوت خشن راحوا مع اللي راحوا. الشيخ برهان قال انت كذاب يا عرفات. صباح ضحكت بسخرية وقالت واضح انك مش فاهم حاجة، انا ام حسن يا برهان. في اللحظة دي وش الشيخ اتغير وطلع السبحة من جيبه ورفعها قدامها وقال بصوت قوي يا من سكنت الظلال وتخفيت خلف الأسماء، يا أم حسن يا عابرة الأجساد، بلا إذن ولا سلام بدعوك باسم النور اللي لا يرى وبصوت الأرض حين تغضب وبالعهد القديم بين الروح والجسد اخرجي. فجأة جسم صباح تشنج وعينيها وسعت وصوتها اتغير لنبرة أخشن وقالت مش هخرج، الجسد ملكي. الشيخ برهان قرب خطوة وضربها بالسبحة وقال ليس لك مقام هنا ولا عهد يبقيك، ارجعي من حيث جئت إلى صمتك الأول باسم السكون اللي يكسر الصراخ وبقوة الحق حين يقال اخرج الآن. وفجأة وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى يا إخواتي تدعموني بلايك لو عجبكم المقطع، واستنوني أنزل لكم الجزء الرابع بإذن الله. متنسوش تشتركوا في القناة، دعمكم لي يخلوني أستمر.